العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لداعش، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من 10 فتيات يشتبه في موالاتهن لهذا التنظيم ينشطن بمدن القنيطرة، طنطان، سيدي سليمان، سلا، طنجة، وولاية وزاغورة والسيد الطيبي نواحي القنيطرة. والصور التي سنتابع هي حصرية للقناة الأولى. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لداعش، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من 10 فتيات يشتبه في موالاتهن لهذا التنظيم ينشطن بمدن القنيطرة وطنطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وولاة تيمة وزاغورة وسيدي الطيبي نواحي القنيطرة. وقد أسفرت هذه العملية عن حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن، هذا وسيتم إخضاع هذه المواد للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة. دائما في إطار العمل الاستباقي والوقائي، لأن سأضيف اليوم كلمة وقائي، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات وفرتها له المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك واحد الخلية تتكون من نساء، منهم 7 قاصرات، وهذه الفتيات كانوا في متصلات مع بعضهن عن طريق الشبكة العنكبوتية، بل أكثر من ذلك على أن وصلنا إلى درجة تطرف بدأنا يفكرنا في القيام بعمليات تخريبية داخل المملكة تدخل في أجندة ما يسمى بدولة الخلافة، بل أكثر من ذلك، منهن من كانت على اتصال بقياديين في جماعة ديال داعش. إذن أثناء الإيقاف ديالهم تبين على أن إحداهن كانت تتوفر على مجموعة ديال المسائل التي تدخل في لا كونفيكسيون ديز اكسبلوزيف، يعني مواد تدخل في صنع المتفجرات، كما أن تم اكتشاف مخطوطات تبايع وتمجد وتناصر ما يسمى بدولة الخلافة. وتفيد التحريات الأولية على أن المشتبه فيهن اللواتي بايعن الأمير المزعوم لما يسمى بالدولة الإسلامية انخرطن في الأجندة الدموية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهن للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة، أسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية، وكذا بنساء داعشيات قمن بعمليات انتحارية وهجمات نوعية بالعديد من الدول. كما أن المشتبه فيهن اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف ما يسمى بالدولة الإسلامية وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة كن ينسقن في إطار هذا المشروع التخريبي مع عناصر ميدانية بوحدة العملية الخارجية لداعش بالساحة السورية العراقية، وكذا مع عناصر موالية لنفس التنظيم تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا. هذا منعرج خطير بدأت تنهجه ما يسمى بدولة الخلافة تجاه المملكة المغربية، وذلك بتجنيد طفلات قاصرات. وهنا أقول على أن الأجهزة الأمنية رغم الأعمال الجبارة التي تقوم بها وهي دائما حذرة، لكن هناك فراغ وشبه غياب تام لدور الآباء والأسرة ودور المجتمع المدني. فإذن هاد الفتيات اللي تبناو هاد الفكر الجهادي تبناو بناء على خطابات لجماعات إسلامية متطرفة تدعو إلى تطرف ديال الشباب. أقول على أن هذه القضية هي بالنسبة لنا نحن مستجد في الأبحاث اللي كيقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وبالتالي حنا غادي نقوموا بالواجب ديالنا
كشرطة قضائية، ولكن من الجانب الوقائي فإننا تدخلنا لأجل حماية هذه الفلذات الكبير ديالنا اللي تيشكلوا بالنسبة لنا مستقبل ديال المملكة المغربية. وأظن على أن جميع مكونات المجتمع المغربي يجب أن تتعبأ من أجل مواجهة هذا التحدي الجديد الذي تتوجه الجماعات الإرهابية تجاه المملكة المغربية. وبالموازاة مع ذلك تم تكليف بعض عناصر هذه الخلية بمهمة تجنيد نساء بهدف تعزيز صفوف داعش بالساحة السورية العراقية، تماشيا مع استراتيجيته التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية لتعزيز دولة خلافته المزعومة، موظفا في ذلك تقاطع مشروعه هذا مع الخلفية الإيديولوجية للعديد من الجماعات الإسلامية التي شكلت دائما حاضنة أولية للعديد من العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب. وسيتم تقديم المشتبه فيهن إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما سبق وأشرنا في بداية النشرة، يحضر معنا السيد سعيد الكحل باحث في قضايا الإرهاب. سيد سعيد أهلا بك مرة أخرى. إذن سيد سعيد، طبيعة هذه الخلية التي تم تفكيكها اليوم تستوقفنا على أكثر من صعيد. أولا هناك محاولة إدماج العنصر النسوي، ثم محاولة تجنيد قاصرات. إلى أي حد يعكس ذلك التحول في استراتيجية ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في محاولة استهدافها لبلادنا؟ بهذه المناسبة لا يمكنني باسمي وباسم الشعب المغربي إلا أن أنوه وأشكر وأحيي عاليا الأجهزة الأمنية على جهودها الجبارة في رصد وتفكيك الإرهابيين. هاد الناس المعتوهين اللي فاهمين الدين غلط، تنتمنى يوعوا ويرجعوا للطريق. وحسب التحريات فالمشتبهات بايعن الأمير المزعوم لما يسمى بالدولة الإسلامية، ومن مخططاتهن تنفيذ عمليات تخريبية ودموية بالمملكة. الحمد لله نشكروا على هذه النعمه تاع الامن، وهاد الرجال ديال الامن تاهم الله يجازيهم بخير والله يعاونهم والله ينصر سيدنا. الله يعزكم، حفظتوا لنا على البلاد ديالنا، لا يخطيكم علينا، لا يخطيكم علينا خويا، راه نتوما هما الامن ديال هاد البلاد، لا يخطيكم. 10 فتيات مشتبهات شابات عمرهن ما بين 15 و31 سنة، وفي هذا استهداف الجماعات التخريبية لشباب المغرب، مما يتطلب وبإلحاح مضاعفة الجهود الاستباقية وتقوية الحس بالمسؤولية، مسؤولية الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني. سلا واحدة من المدن التي كانت تنشط بها المشتبهات فيهن ومن بينهن قاصرات، جرى توقيف إحداها. بنت جيراننا كبرة مع ولادي وفي حومتي، وانا هادشي اللي شفت هاد اليوم راه خليا نعجب في هادشي، راه حشومه على هاد الناس اللي تيلعبوا بالقاصرين على عقلهم وتدخلوهم في شي حاجه ديال الاسلام. هادشي ما عطاش لينا الله في الاسلام، ما قالش لينا نديروا شي حاجه خايبه. الاسلام هو نتعاونوا مع بعضياتنا، وهاد الناس اللي تيبقاو يلعبوا لينا في العقول ديال ولادنا حيت حنا ناس فقراء وما عندناش، راه حشومه عليهم، حشومه عليهم وحشومه عليهم يلعبوا بالقاصرين. كانت تقرا في مدرسه عاديه ما بين ليله وضحى لبست الخمار، ما بين ليله وضحى ولات وحده اخرى، عالم اخر. راه ما يمكنش وحده عندها 16 سنه دير شي حاجه اللي ما عمرها شافتها في حياتها. في منزل القاصر حجزت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية كتبا وهاتفين محمولين، وحسب التحريات الفتيات المشتبه في ولائهن لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية كن ينسقن مع عناصر داعش. استغلوا الجهل ديال الدار، ما قارينش والديها، ما قارينش تستغلوا المراقبة، ما كايناش الوالدين ما قارينش، ما عارفينش كيفاش يتبعوا هاد البنت.